السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا النهاردة في مطبخي. معاكم شيماء صابر. النهاردة هنعمل حاجة كده خفيفة. احنا لما بنروح أي مطعم أو بنجيب أكل من برا كبابجي وكفتة وتلحاتي والحاجات دي، بيجيلنا كده سلطة جميلة جدا، بنبقى مميزة ولها طعم مميز كلنا بنحبها. هقول لكم النهاردة على طريقتها زي ما بناكلها من عند الحاتي بالظبط، بنفس التكات بتاعتها بالطريقه الاصليه بتاعتها. هي سهله وبسيطه ومفيهاش اي حاجه، بس بتبقى ليها طعم مميز كده. هقول لكم على حاجته ومقاديره زي ما احنا متعودين هنا في القناه. اي حاجه بنعملها بالطريقه الاصليه بكل تكاتها. هقول لك بقى النهارده. طبعا عندي فيها طماطم وخيار وفلفل رومي وفلفل حامي، وعندي بصلايه، وعندي كمان البقدونس او بقدونس وكزبرة او شبت زي ما تحبي عندك، وعندي ليمون. دي بقى المية بتاعتها اللي بتتقدم معاها، اللي بيسموها في المحلات الحاتي دي اللي بيسموها ويسكي. هي بتاعت السلطة، مية السلطة يعني. في بتتعمل بقى طبعا بمية وعصير ليمون وكمون وشطة وملح وبابريكا. البابريكا دي هي اللي بتدي اللون الحلو بتاع المية بتاع السلطة. هنبتدي دلوقتي نقطعها مع بعض اهي. هوريكم ازاي نقطع. هي بتتقطع كبيرة علشان تستحمل معاهم تقعد اليوم كله، لانه بيقعدوها اليوم كله. طبعا ما ينفعش نقطعها صغير وتتهري، فبتتقطع ازاي هوريكم كده اهي كده. بتبقى طماطمية قد كده. وهنقطع برضو باقي الخضار كله كبير كده. حلقة النهاردة مش طويلة ومش هطول عليكم، وحاجة كمان خفيفة وسهلة، بس انا حبيت اشاركها معاكم علشان كلنا بنحب السلطة بصراحة اللي بتيجي من عند الحاتي بطعمها المميز المختلف عن السلطة البلدي او السلطة الخضراء اللي احنا بنعملها في البيت اهي. هما ما بيحطوش فيها خل ولا زيت. طبعا الخل هيهري الخضار بتاع السلطة لو سابه طول اليوم. ومفيش فيها اكتر من المقادير دي. الخضار برضو الخيار هيتقطع ازاي بقى في النص كده ماشي كده اهو، وهنقطعها تخين شوية كده زي ما احنا شايفين كده ماشي كده. بصراحة يعني انا ببقى مبسوطة جدا من تعليقاتكم لما تعلقولي على وصفة بتكون عجبتكم جربتوها وبتطلع ناجحة. ربنا يخليكم ليا يا رب، ومن تعليقاتكم الجميلة دي. الخضرة بقى هنقطعها كده صغير شوية، مش كبير قوي ومش صغير قوي، يعني زي كده. البصل كمان هيتقطع معانا، هقطعها بالنص كده، وهاجي بقى من هنا وهقطعها حلقات. بس انا هعمل الاول البصلية تاني بالنص عشان تبقى نص حلقة مش حلقة كاملة اهي كده. هقطعها برضو كده رقيق، هنحاول نعملها مش تخينة قوي. انا بقى هقطع باقي الخضار واجي بقى نكمل بقية السلطة مع بعض. كده قطعنا بقى باقي السلطة معانا اهي وقلبتها مع بعض. هبتدي بقى ان انا اعمل المية بتاعتها دي. المية دي عبارة عن ايه؟ انا هحط المية هنا في الطبق، وهحط البهارات بتاعتنا دي اللي هي الكمون والبابريكا والملح. البابريكا اللي هتخللنا المية لونها محمر كده زي اللي بنجيبها في السلطة بتاعت بره. هبتدي اعصر الليمون كمان.
هقلبهم بقى مع بعض وهحطهم على السلطة. ممكن تزودي كمان المية شوية عن كده. انا هجيب شوية مية كمان. لان هي بتبقى المية فيها كتير. شايفين المية بتاعتها نفس اللون اللي بنجيبها من بره، والطعم والله والريحة فظيعة فظيعة. الريحة زي اللي بنجيب مع الحاتي بالظبط. ممكن بقى تقلبيها كده وتسيبيها شوية في التتبيلة بتاعتها او في المية بتاعتها دي كده، وبعدين تقدميها. هسيبها كده وبعدين نقدمها مع بعض. وادي سلطة الحاتي، كأنك قاعدة عند الحاتي بالظبط، بنفس الطعم ونفس التوابل المميزة. وادي المية اهي اللي بتبقى بتاعت السلطة اهي. شايفين لونها؟ بس بوضح لكم بس لونها اهي، ونفس الطعم. والله الريحة خطيرة. جربيها وان شاء الله هتعجبك، ومستنية تعليقاتكم. ولو عجبتكم الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.